يجي ويصيح خطار، يصيحون حي الله الخطار. قبل خومو اكو معاملة خبز، والمدينة قريبة، يركب البكب ويروح يجيب خبز، ما موجود. هالطحينات ويطحنوها قبل بالراحة الحجرية. ايش كثر تطحن ام البيت مع انشغالها بالواجبات الاخرى، تطحن لها شوية شعيرات او حنطات ويا شعيرات مخبوطة، او حنطة وحدها او اذرة، يعني حسب طبيعة ما ييسر الله للعائلة. إذا محسوبة أنه إذا كان قرصة خبز لكل واحد، فالخطار جاي هم يقولوا له كل قرصة خبز واحدة، يجوز ياكل قرصتين خبز وهو ما محسوب. فأربع قرص خبز هذه للعائلة إذا وقت غدا، ويضيفون وياها هل يقدرون ييسروه حسب إذا الخطار جدروي يعطلوا وعندهم إمكانية أن يذبحوا له، وإذا ما عندهم إمكانية يذبحون هاي دهن يحطون وياها الخبز ويقدموهم كلهن، هالأربع قرص كلهن يحطوهن قدام الخطار أو خمسة. فيظل كل الناس اللي إذا كان عدد الخطار 2 كلهن يلا يكفنهم الخبز. إذن العائلة تطوي وظل تنتظر علمسة من الظهر، علمسة يعني تعبر وجبة طعام من أجل أن توفر هذا للخطار. فنعم اللي يقدم وهو في ظرف صعب غير اللي يقدم وهو حالته ميسرة، هو كله كرم، ولكن هذا كرم له نموذج خاص، يعني نكهة خاصة. وهكذا حاتم الطائي من ما لقى شيء يقدموا الخطار اللي كانوا جايين يطلبون منه الفرس، ذبح لهم الفرس، من قالوا له والله احنا جايين قبل ما نمد ايدينا على الغداء نريد نطلب شيء منك. من نطلبه والفرس قال لهم والله مع الاسف، لو قايلي لي قبل هالفرس هي هاي البسطيدية قدمت لكم اياه. والكرم ايمان ترى، لانه ينطلق من اخلاق حسنه، وينطلق من الثقة بالمستقبل، والثقة بالمستقبل لا يمكن ان تكون الا يعني بعد ان يؤمن الانسان بالله سبحانه وتعالى.